السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية إعدادي في كل مكان، جايين لك النهاردة لليوم التاني على التوالي بعد ما راجعنا على امتحان الشهر امبارح. جايين النهاردة علشان نحل كمان على امتحان الشهر. يبقى أنت امبارح في حوالي نص ساعة راجعت على امتحان الشهر، والنهاردة نص ساعة تاني علشان تطبق على امتحان الشهر، وده كله علشان تدخل تجيب امتحان الشهر في شوال وتيجي. وخلي بالك، ده مش أول خطوة ولا تاني خطوة تبقى معاك ولا آخر خطوة قصدي، لأ دي أول خطوة ومش الأخيرة. معاك في امتحان الشهر الثاني ومعاك في امتحان الشهر الثالث أو في امتحان آخر السنة. فإن كنت دلوقتي بتسمعني لأول مرة فأنت لازم تدخل الأول تسمع الشرح بتاع امبارح وبعدين تطبق معايا النهاردة. يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ حوالي القطعة الأولى طبعا، منذ حوالي 1500 عام والإسلام ينشر الضياء وحده. طبعا انت عارف ان كلمة وحده من الإعرابات الثابتة للحال، فكلمة وحده هتبقى إعرابها حال منصوبة بالفتحة. في مشارق الأرض ومغاربها فملأ الكون. مين اللي ملأ؟ الإسلام. ملأ إيه؟ الكون. يبقى الكون مفعول به منصوب بالفتحة. نورا وحضارة فيا بني العروبة والإسلام، فيا بني العروبة والإسلام استلهموا القدوة من سلفكم الصالح. خد بالك بقى، في معلومة ناس كتير ما تعرفهاش. لما نيجي نقول له النكرة والمعرفة يقول لك المعرفة الكلمة اللي فيها ألف ولام، لا أنا عايز أقول لك كمان زود المعرفة اللي الكلمة اللي فيها ضمير. يبقى كلمة سلفكم دي معرفة علشان فيها ضمير. طيب أنت عايز تقول إيه بقى؟ إن سلفكم معرفة والصالح معرفة وبتوصف تبقى نعت. يبقى كلمة الصالح نعت. نعت ماله بقى؟ بيتبع اللي قبله. طب اللي قبله كان اسم مجرور، يبقى ده نعت مجرور. نعت مجرور بالكسر. لتكونوا خير خلف لأفضل سلف. نكرة ونكرة صح؟ في ناس بقى حافظة إن نكرة ونكرة تبقى نعت وبس كده، وما يعرفش إن نكرة ونكرة وبتوصف تبقى نعت، لكن لو ما بتوصفش تبقى مضاف إليه. طب ما هي أفضل سلف نكرة ونكرة وما بتوصفش يبقى مضاف إليه. طبعا وانت عارف ان مضاف إليه بيكون مجرور، يبقى مضاف إليه مجرور بالكسرة. مهم جدا انك تسمع القواعد دي. الفكرة النهارده مش فكرة حل وبس، الفكرة النهارده انك تعرف احنا بنحل كده ليه، يعني تستفيد بعدة قواعد، سواء قواعد بتاعت منهجك السنة دي او قواعد قديمة، اعرابات قديمة، لان انت عارف هيقول لك اعرب ما تحته خط، هتلاقي من ايه؟ جزء من السنة دي وجزء من السنة اللي فاتت وجزء من اللي قبلها واللي قبلها، فلازم تعرف الإجابة دي جت ليه، مش فكرة انك بس تشوف الإجابة صح ولا غلط. عايزين بقى مميز ملفوظ. خلي بالك هو عايز مميز، فبيقول منذ حوالي. هو ايه المميز ده؟ المميز ده اللي هو ايه؟ انت عندك التمييز اللي قبله بقى هو المميز. منذ حوالي 1500 عام. مش عندك كده التمييز؟ مش ده اللي جه بعد العدد؟ فين بقى المميز اللي قبله اللي هو ايه؟ العدد. وخلي بالك هو قال لك انا عايز ملفوظ، لان الملفوظ 4 زي ما قلنا امبارح. في عندك وزن، وعندك كيلة زي الوزن برضو، وعندك مساحة، وعندك عدد، فهو عايز 4، واحد من ال4 دول بس، لأنه عايز مميز. لكن لو عايز التمييز يبقى عايز الكلمة اللي بعده. فين هتقول له بقى اللي هي إيه؟ 1500. 1500 وده يبقى إيه؟ عدد. التاني تمييز ملحوظ مش ملفوظ، يبقى مش عايز بتوع ال4 دول. فقال ايه بقى التمييز الملحوظ؟ التمييز الملحوظ دوت هو المفترض تلحظه من الكلام، لكن احنا كنا حاطين لك كلمات معينه. ايه الكلمات المعينه؟ لو عندك كلمه افعل وبعدها نكره منصوبه تبقى تمييز. عندك كلمات بقى مهمه قوي بتتكرر كتير على فكره السنه دي والسنين الجايه، كلمه زاد وازداد وملأ، ملأ وامتلأ وفاض واشتعل. لما يجي بعدها بقى نكره منصوبه، شوف بيقول ايه؟ فملأ الكون نورا. ادي ملأ. فين النكره المنصوبه بقى؟ نورا.
يبقى نورا. واعربه طبعا يعني اعرابه هنا تحصيل حاصل، ما هو بيقول لك اصلا استخرج تمييز، بيقول لك اعربه، ما اعربه تمييز، تمييز منصوب بالفتحه، يعني حاجه تانية محلوله يعتبر. عايزين بقى منادى. في السطر الثاني بيقول فيا بني العروبه، بعد اداه النداء على طول يجي لك المنادى اللي هو كلمه بني. طيب واذكر نوعه، هتبقى مضاف. طب واعرابه؟ غريب الراجل ده، طب ما هو اصلا منادى فيبقى اعرابه منادى. منادى منصوب، بس الفكره يبقى منصوب بايه؟ بالياء. رقم 4 فعلين مبنيين مختلفين. طب نشوف مبني مختلفين يعني ايه؟ ايه اصلا الافعال المبنيه؟ عندك الماضي مبني دايما، وعندك الامر مبني دايما، فخليك في الماضي والامر الاول. طب والمضارع هيكون مبني لو في نون النسوه او نون التوكيد. فيقول فمنذ حوالي 1500 عام والاسلام ينشر الضياء وحده في مشارق الارض ومغاربها، فملأ، ادي ماضي اهو، نطلع الماضي، فملأ بالمره علامه بناء يبقى ايه؟ الفتحه. عرفت منين يا استاذ؟ من التشكيل، ملأ فتحه اهو. فيا بني العروبه استلهموا، ده امر وعايز اتنين مختلفين، يبقى تطلع استلهموا، وده علامه بناء ايه؟ الامر بقى ده عامل زي جزم المضارع، مش ده افعال 5، يبقى مبني على حذف النون. عايزين بقى فعل مضارع مرفوع واخر منصوب. هتقرا من الاول تلاقي عندك كلمه في السطر الاول ينشر، مفيش قبلها اصلا اي اداه، يبقى دوت اكيد فعل مضارع مرفوع. والمنصوب هنشوف فعل مضارع يكون قبله اداه نصب، فتلاقي في السطر الثاني كلمه لتكونوا، ده فعل مضارع وقبله لام التعليل، يبقى لتكونوا. جيم اجعل فيما يلي التمييز مضافا والمضاف تمييز. يعني لو عندك تمييز خليه مضاف، ولو عندك مضاف خليه تمييز. تعال نشوف هنحلها ازاي. قرت عين الوالدين بنجاح الابناء، فعايزين المضاف تمييز، فتعمل ايه؟ كل اللي هتعمله، خلي بالك المضاف ده مش اللي هو المضاف اليه، لا المضاف اللي هو قبل المضاف اليه، فتمسك الكلمتين دول تعمل لهم مقص وتخليها منصوبه عشان تبقى تمييز. يبقى قرت الوالدان عينا، عملت مقص وخليتها منصوبه عشان تبقى تمييز. 2 المصري اكثر ارتباطا بوطنه من غيره، التمييز ارتباطا، عايز اخلي بقى التمييز ده يبقى مضاف، فاقول له المصري اكثر اخلي ارتباط دي اعمل بقى ايه؟ ممكن اخليها قبل كلمه، امسكها هي كلمه وطنه، المصري اكثر رجل في الارتباط. ميز فيما يلي الجمله التي اشتملت على تمييز بس ملفوظ، اللي هو هيبقى جاي بعد لفظ من الاربعه. ما افصح العربي منطقا ولسانا، مفيش حاجه من الاربعه. النيل اكثر انهار العالم طولا، مفيش حاجه من الاربعه. يزداد اهل الايمان، مفيش حاجه من الاربعه. اشتملت مكتبتي على 200 كتاب، يبقى كلمه كتاب عشان الاربعه اللي هو ايه؟ مساحه ووزن وكيله وعدد. القطعه رقم 2 تضرب حضاره مصر بجذورها، يبقى حضاره هي اللي بتضرب، يبقى فاعل مرفوع بالضم. في اعماق التاريخ فتعود الى 7000 عام، فكونوا يا شبابنا فخورين، كونوا فخورين.
مش كان واخواتها؟ مين اللي هيكون؟ اهي واو الجماعه. وفخورين هتبقى خبر كان. طب خبر كان انا عايزك بس في كل حاجه وانت بتحل تكملها. خبر كان منصوب بايه؟ بالياء، لانه جمع مذكر سالم. واعملوا مخلصين على نهضته ورفعته بين الامم فالاوفياء. اوعى تقول لي اسم مجرور، لان الفاء مش حرف جر. فلما يجي لك الفاء في اول الجمله كده تعرف انها ابتدائيه ملهاش لازمه، واللي بعدها يبقى مبتدا. اذا كان بعدها اسم يبقى مبتدا مرفوع بالضم. عايزين مميز مش تمييز، مميز ملفوظ، فطلع اي لفظ من الاربعه. فيقول فتعود الى 7000 عام، يبقى 7000 ونوعه طبعا هيبقى عدد. تمييز بس بقى لمميز ملحوظ، لسه قايل لك هناك اللي هو ايه؟ يا اما افعل وبعدها نكره منصوبه او الالفاظ اللي قلناها. فعندك في السطر الثاني اكثر الناس ولاء، يبقى كلمه ولاء طبعا. واعرابه السؤال السهل قوي ان هو اصلا تمييز منصوب بالفتحه. اوعى تقول لي طب يا استاذ طب وانتماء، لا ما تنفعش. طب ليه ما هي نكره منصوبه؟ ما هو ديت معطوف، لان قال لك ولاء وانتماء، فده يبقى معطوف. منادى بيقول يا شبابنا. شبابنا على فكره المنادى المضاف ده بيجي كتير قوي. جيب لك كلمه وفيها ضمير تبقى منادى مضاف، خلي بالك منها، كلمه وفيها ضمير فيبقى نوعه مضاف. ويعربه منادى منصوب بالياء، بالفتحه. ما تركز بقى، ركز بقى. منادى منصوب بالفتحه، ضمير متصل في محل رفع واخر في محل جر. عايز اقول لك على حاجه، اللي في محل جر ده لا اقول شوف اي اسم في ضمير هيبقى في محل جر على طول. تعال نجيب الاول في محل جر. بجذورها ده اسم، يبقى الهاء في كلمه جذورها، هتطلع كلمه جذورها وحط دايره على الهاء، ده كده خلصان اللي هو في محل جر. في محل رفع بقى تجيب ايه؟ دور لي على فعل ويبقى فيه ضمير غير هوكي، فتلاقي عندك فكونوا، يبقى واو الجماعه. بعت خاتمين من فضة. دلالة المميز في المثال السابق عدد ولا وزن ولا كيلة ولا ملحوظ؟ وبيقول بعت خاتمين من فضة. انت عارف انت هنا ممكن انت كده كده كل الناس هتستبعد وزن وكيلة، وغالبا هيروح عند العدد ويقول لك ايه؟ طب ما هو خاتمين يعني 2 اهو، يبقى عدد. لا ده مش عدد اصلا، بيقول لك في الدرس 1 و2 ما لهمش تمييز اساسا، لانك مش هتيجي تقول له بعتوا 1 خاتم و2 خاتم، مفيش الكلام ده. انت ما بتطلبش 1 شاي و2 شاي، مش قاعد على القهوه، مفيش. لكن ايه ده؟ ما لهمش اصلا تمييز. لكن هو الراجل قال لك مش بعتوا خاتمين وسكت، قال لك خاتمين من فضه. هو ده بقى التمييز. التمييز بعتوا خاتمين من فضه، هو ده. يبقى ده يبقى ايه؟ ملحوظ. اجعل الجملتين التاليتين مشتملتين على تمييز. إذا انبهرنا، يبقى انبهرنا دي خليها تمييز، يبقى ازددنا انبهارا. تتنوع طباع الناس، يبقى تقول له تتنوع الناس طباعا. خلاص، يبقى هما كانوا القطعتين الموجودين عشان تمييز العدد هيبقى بتاع الشهر اللي جاي. عايز اقول لك بقى قبل ما نقفل، يعني هو الموضوع اهو ما خدش حاجه، ده ربع ساعه، اني انتظر ان شاء الله قبل امتحان الشهر الجاي شرح روعه لتمييز العدد. عايز اقول لك وتذكر الكلام ده، انك معظم الشروح اللي هتسمعها لتمييز العدد كبيره قوي. عاوز تجرب؟ اخليك تجرب. شوف كم صفحه. ادي صفحه، 2، 3، ماشي، ادي 3 صفحات، 4، ادي 5، ولسه مكمل، ادي 6، لسه، ادي 7، 8، ده الملخص.
8 ده يعتبر حل عليه، ده حل عليه 8 صفحات تقريبا. فانا جاي قبل امتحان الشهر الجاي بمفاجاه. عارف اشرح لك تمييز العدد في قد ايه؟ مش في 8 صفحات، ولا في صفحه، ولا في نص صفحه، في 3 سطور. 3 سطور بس هشرح لك فيهم تمييز العدد، لان تمييز العدد هيبقى مرهق جدا لذهنك بجد لما تاخده في عدد الصفحات دي كلها. فانا جاي بشرح احترافي جديد تحفه، اوصل لك تمييز العدد باسهل واسرع طريقه تقدر تحله في الامتحان بدون تفكير كتير. ده هيبقى عند امتحان الشهر التاني. وما تقلقش، احنا معانا كده كده شرح مميز لكل درس بشرح جديد بطريقه بسيطه عشان تقدر تحله بسهوله. فلو انت لسه ما سمعتش الشرح بتاع الدروس بتاع امتحان الشهر ده، ادخل واسمعه. امتحان الشهر التاني هتلاقيني معاك، امتحان اخر السنه هتلاقيني معاك، يعني في ظهرك لغايه ما نوصلك للسنه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.